السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو قصير غادي نشوفوا من خلاله بعض المفردات اللي كتستعمل بكثرة وخاصنا نعرفوهم باللغة الإيطالية. فعلى بركة الله، إذا أردنا أن نقول الملح، الملح تعني il sale، السكر لو zucchero، الإبزار il pepe، الخرقوم هو لا كوركوما، والزنجبيل اللي هو السكينجبير كنقولوا لو زنزرو il sale، lo zucchero il pepe la curcuma lo zenzero il sale lo zucchero il pepe لا كوركما ثم لو زنجر. بالنسبة للزبدة، الزبدة تعني البور هذيك أو لا أو لا لو، فهما الارتيكل يعني أدوات التعريف. نقدر نقول بورو هي الزبدة، ولكن يستحسن أننا ندير لهم أداة التعريف اللي هي البورو. العسل هو الميالة. الزيت تعني لوليو. لكاين الزيت تاع زيت العود كنقولو لوليو دوليفا لوليو. بالنسبة للحليب تعني اللاتي اللاتي اللاتي. والعصير كنقولوا il succo. مثلا شي مره الا درتي العصير شديتي وعصرتي كنقولوا هذاك ما كيتسماش العصير il succo، ولا كيتسمى لا سبريموتا هي العصير كتشديه وكتعصريه بيديك، يعني عصير تاع الليمون كنسميوها لا سبريموتا دارانشو. il burro il miele l'olio il latte السوق. العصير اللي كيتباع جاهز كيتسمى العصير، والعصير اللي درتيه بيدك كيف ما قلت لك معصرتيه كيتسمى لا سبريموتا. فهذا كان وصل لنهاية الفيديو. شكرا للجميع، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.